السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعيني ومتابعين قناة همة الأبان. هنبدأ يومنا النهاردة بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم، رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى أهلي وعلى أصحابي وعلى الأمة الإسلامية كلها أجمعين. النهاردة معانا أول يوم في رمضان، قلنا هنعمل فيه محشي. جبت الكوسة وقورتها، وجبت بتنجان وقورته، وتجيبي ربطة كزبرة على بقدونس على شبت، تغسليهم كويس وتخرطيهم خرط رفيعة. وكان عندي ورق عنب من اللي انا كنت مفرزاه من السنة اللي فاتت. وجبت بصلتين كبار وخرطتهم ناعم، يا تخرطوهم ناعم يا تعملوهم في الكب، انا عملتهم في الكب. وجبت فلفل هنحشيه برضو، وضربت 1.5 كيلو طماطم. تعالوا معايا نشوف هنعمل ايه. جبت معلقتين كبار من السمنة، وهتحطي حوالي ربع كوباية من الزيت. اول حاجة هنزل بالبصل. انا مش هحمر البصل، انا يا دوبك بس هدبلها على النار. بعد ما الطماطم اتدبلت معانا هنزل عليها بالطماطم، قصدي البصله اتدبلت هنزل عليها بالطماطم. بعد ما التسبيكه اتسبكت هنحط مع بعض البهارات. هحط معلقه من البابريكا، وهحط معلقه من الكمون، معلقه كبيره من الكمون، وهحط فلفل اسمر معلقه برضو، وهحط معلقتين من الكزبره الناشفه من الملح. حطي معلقتين صغيرين كده من الملح وحسب الحدق اللي انت بتحبيه. وهحط ربع معلقه من القرفه، وهنزل بمعلقه كبيره من هريسه الشطه. عندك هريسه شطه ماشي، ما عندكيش حطي شطه ناشفه حسب ما انت بقى بتحبي الحراق حطي، ما بتحبيش احنا بنحب المحشي حامي شويه. بعد كده هنزل بالرز، تغسليه وتصفيه كويس، وتقلبي الرز كويس وتسيبيه يتشرب على النار شويه، ينشف شويه صغيرين 5 دقايق. بعد كده تنزلي بالخضره، كميه الخضره اللي انت عايزاها، وتقلبي كويس. وبكده جبت الحله دي هعمل فيها ورق العنب، قطعت فيها بصلايه وطماطمايه وحطيت شويه خضره في قعر الحله. وبرده دي اللي هحشي فيها الكوسه والبتنجان عملت كده. تعالوا بقى نحشي مع بعض. وبكده هنحشي الكوسه، ما تملهاش للاخر، الكوسه تبقى نص بس، نص الكوسه اهي عشان ما تفرقعش منك. كده والبتنجان نفس القصه. كده حشيت الكوسه اهي والبتنجان، وعلقت على ميه للحمه. اول ما الميه غليت هنسقط مع بعض اللحمه اهو. هحط بقى 1 ورق لوري، 1 حبهان، وهحط عودين من القرنفل، 2 من القرنفل، وشعرة فلفل اسمر، وهحط بصلتين وقرن فلفل، وهحط طماطمايه متقطعه، وهسيب اللحمه تستوي براحتها. كده حشينا ورق العنب اهو، هحط طبق صغير صيني كده وهسقيه معاكم بالشوربه واعلق عليه. حاولي ما تعديش المحشي
يبقى مغطيه يا دوبك سوى المحشي، الشوربه سوى المحشي. وهسقي معاكم الكوسه اهو. برضو محشي البتنجان والكوسه ما تزودولهمش شوربه لان الكوسه بتنزل ميه. بس كده يا دوبك نص على نص صباع المحشي، وتغطي عليه لغايه ما يتشرب. وبكده الفيديو بتاع النهارده خلص. المحشي اهو استوى، وادي ورق العنب وادي الشوربه، وعملنا طبق سلطه، وطلعنا زيتون اللي كنت مخليه معاكم في قبل كده في فيديو اهو. طالع لونه جميل وحلو اهو، لسه فاتحه عليه النهارده طبعا. لو الفيديو بتاع النهارده عجبكم ادعمونا بلايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.